وبعد تتويجها بلقبها الأول في الدوحة، كان للمصرية هانية الحمامي هذا اللقاء مع مراسلنا عفيف الزرقي. اهلا، معنا اللاعبه المصريه بطوله قطر كلاسيك للسكواش لهذا الموسم هانية الحمامي. هانية، الف مبروك، حقيقه عوده السكواش النسوي هنا في قطر بعد غياب طويل، اكيد عوده موفقه وتتويج لم يكن سهل. طبعا اني افوز باللقب ده حاجه صعبه جدا، سبيشلي لما تلعب مع نور الشربيني في النهائي. عندها خبره كبيره جدا، تقدر تستب اب اي فاينل تلعب معاها فيه. فكان ماتش صعب جدا زي ما شفتوا، 5 جيمات يمكن 90 دقيقه، مش متاكده قد ايه، بس كان ماتش طويل جدا وماتش صعب، وكان محتاج خطه، يعني تغيير في الخطط ما بين الجيمات وحاجات كتيره قوي كان لازم تبقى مركز عليها وسط الماتش. فطبعا مبسوطه جدا ان انا قدرت افوز باللقب ده. طبعا قطر للسيدات ما اتعملتش بقالها كتير، وانا فعلا فخوره جدا ان انا ابقى اول مصريه تكسب البطوله. اكيد العوده بهذا اللقب سيفتح لك المجال من اجل المزيد ولربما تفادي بعض الاخطاء في قادم البطولات، ونحن ما زلنا في بدايه الموسم. يعني طبعا اتمنى ان انا المكسب بتاع البطوله دي يديني دافع اني احقق اكتر في السيزون ده، واتقدم في كل البطولات اللي جايه، واحقق حاجات القاب كويسه. طبعا بعد خسارتي من 10 ايام في فرنسا، المكسب الاسبوع ده طبعا يديني كونفيدنس ويديني حماس، وطبعا حاجه طبعا كبيره كانت عليا منتلي ان انا اقدر اجي هنا بعد الخساره والعب بالمنظر اللي انا لعبت بيه. شكرا وبالتوفيق في قادم البطولات. كانت معنا هانية الحمامي بطلة بطولة قطر كلاسيك للسكواش لهذا الموسم.